السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. بغيت نتقاسم معكم هاد المسمنات اللي كيجيو مورقين اللي على شكل بسطيله في الفران ببديل ورقه البسطيله بدون تعقيدات. كيجيو لذاذين ومقرمشين بألذ حشوه ممكن تحضروها. هانتوما البنات كتشوفوا في لا فيديو كي محمرين ومذهبين. نتمنى تجربوهم وتكملوا لا فيديو حتى الاخر. بسم الله، نبداو على بركة الله في العجين. كناخدو قصرية اولا اناء، كنوضعو فيه 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض سبيسيال مع 2 كؤوس ديال الدقيق الاصفر الفينو مع نصف خمارة حمراء 4 غرام مع شوية ديال الملحة، معهم ملعقة كبيرة ديال الخل الابيض. كنوضعو كلشي في القصرية وكنبداو في العجين. هنايا البنات كان ما تمش التصوير في البداية، ولكن معليش، خلطتهم بالماء دافي وعجنت دلكت مزيان العجين ديالي. هنايا البنات بعد ما كملت ضفت قطرات من الزيت وجمعت العجين ديالي، ومن بعد درتهم في ميكا بلاستيكيه. خليتها هنايا ترتاح، من بعد دزت نحضر الحشوه. عندنا العداند، قزبر ومعدنوس، الحامض مصير، التحميره، البزار، ورق سيدنا موسى، الخرقوم، سكينجبير، الكمون، كنورة عندنا محكوكة، شوية ديال الثومة، ملعقة صغيرة من كل حاجة. عندنا في داك الكاس كنت وضعت ملعقة كبيرة ديال الحامض، صوص الصوجا. وبالنسبة للخضر عندنا فلفلة، بصلة، خيزو، قرع. كنت هنا ضفت توابل على الحشوة ديالنا، خلطت الكل مع بعضياتهم. البنات نصحكم هاد صوص الصوجا احسن صوص يعني. الملح البنات ضروري، ما تقويوش، ما عندنا تقريبا تما كلشي مالح. هاد الحامض كيعطي لمسه زوينه، واحد البنه لذيذه. البنات هنا
الشعرية الصينية رطبتها في الماء، من بعد قطعتها. ها هي الحشوة ديالنا، وضعتها في واحد الصفاي باش يتقطر لينا داك الزيت ديال الخضرة ديالنا، حيت من بعد نحتاجوه ضروري ومهم. خلطت الشعرية الصينية مع الخضرة ديالتنا هنايا، كعندنا كلشي واجد. من بعد دزت كنقطع العجينة، قطعتها ل7 ديال القطع. من بعد ورقتهم وطويتهم بحال كنطويو الملوي، ورقتهم بشويه ديال الزبده والزيت حتى كنبسطوا العجينه ديالنا مزيان، كنرققوها باش تجينا العجين ديالنا مورقه. هنايا البنات بعد ما ورقتهم كاملين خليتهم يرتاحوا شويه، ومن بعد دزت كنقطع فيهم بالقطعه ديال البيتزا على 4 ديال القطع، وحتى هما بسطتهم بشويه ديال الزبده والزيت، رققتهم مزيان ووضعتهم في داك السيركل. ها هو غادي نوريه لكم هنايا. وهنايا البنات وضعت الحشوه ديالنا، وكنبداو نسدو العجين ديالنا شويه بشويه. حتى كنجمعو العجين مزيان، كنحاولو نسدوه. داك السيركل كيعاوننا باش تجينا الكرة ديالنا زوينه مجموعه. وبالنسبه اللي ما عندوش ممكن ليه يدير الغطايه ديال نوتيلا. هنايا البنات كندرسهم في الصينيه ديالنا وتقبتهم بداك العود، تقبتهم كاملين مزيان، وغادي ندهنهم بداك الزويته اللي كانت خرجتها من الخضره ديالنا فاش تقلات. هذيك الزيت مهمه. دهنتهم كاملين بداك الزويته، ومن بعد ما دخلتهم للفران خرجتهم، كانوا طابوا نص طيبه. عاود ثاني دهنتهم بداك الزويته ديالتنا، ودرت الصفر ديال البيضه مع شويه ديال صوص الصوجا. ممكن نستغناو على صوص الصوجا مع البيض، حيت داك الزويته ديالنا كتحمرهم، كتشمعهم كتحمرهم كيجيو زوينين، كتعطيهم واحد اللون زوين. من بعد البنات دخلتهم الفران حتى تحمروا ليا وخداو اللون الذهبي اللي انا باغاه. وبصحتكم البنات، نتمنى تجربوهم وما تنساونيش من كومونتيرات زوينين، وتفعلوا زر الجرس، وتشتركوا في القناة ديالي، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والصحاب ديالكم باش تعم الفائدة للجميع. ومرحبا بكم البنات في قناتي، وبسلام عليكم، تهلاو لي في ريوسكم.